جماهير القاسم نعرف تماما نتمنى أن نشاهد فريق القاسم يلعب في محافظة بابل بعد اكتمال ملعب بابل الدولي إن شاء الله في طبعا السنوات يعني السنة القادمة إن شاء الله سوف يكتمل ملعب بابل الدولي، وبالتالي نشاهد جماهير أكثر تحضر لمؤازرة أسود سورة القاسم. والمدرب السوري ايمن الحكيم يبدأ بمصطفى جاسم بحراسة المرمى، حسين محسن، دنيس الشمبيسي، أحمد نور، محمد الباقر، عبد الرحمن وأوديني جورج، مؤمل جميل، أحمد سرتي، محمد خالد، الحارث حاتم وسيف رشيد. هذه تشكيلة فريق القاسم الذي يلعب اليوم بالملابس البيضاء الموشحة بالألوان الزرقاء، بينما نفط ميسان يبدأ المدرب علي عبد الجبار. وهذه جماهير نفط ميسان جماهير فرسان المملكة. طبعا حراس المرمى حسن نجم، مصطفى محمد، الكسندر يولي، سواليو اوتارا، محمد سعيد، ماثيو اولاتونجي، اكرم رحيم، علاء سعد، جعفر ناصر، عثمان ساني، واوكيكي ابو لابي المهاجم القادم من نادي النفط. اما طاقم التحكيم امامنا الحكم احمد جمعه ويساعده مساعد اول احمد سلام، والمساعد الثاني مصطفى عبد الخالق، والحكم الرابع محمد كامل صغير، وحكام الفار علاء سالم ويساعده حيدر عبد الحسن. نتمنى الموفقية للفريقين، التوفيق لحكام هذا اللقاء، وأيضا نشاهد الجماهير وسقوط أحد المشجعين، سقوط أحد المشجعين نتمنى له السلامة. لا نريد هذه البداية، لا نريد هذه البداية، وسقوط أحد المشجعين. طبعا نبقى نتمنى أن يكون المشجع طبعا لا يتعرض إلى إصابة، وأن يكون سالم ويكمل هذا اللقاء بالتشجيع والتصفيق. انطلقت هذه المباراة. يحاول الآن فريق القاسم بالملابس البيضاء أمام فريق نفط ميسان بالملابس الغامقة. حراسة المرمى مصطفى جاسم حارس المرمى في هذا اللقاء. ونعرف تماما في الموسم الماضي عانى فريق القاسم من حراسة المرمى، عانى كثيرا نادي القاسم من مركز حراسة المرمى، وبالتالي يحاول أن يجد الأمان مع حراس المرمى مصطفى جاسم وأيضا الحارس ليث معا. مصطفى جاسم القادم من نادي مصاف الجنوب حارس مرمى فريق القاسم، يحاول فريق القاسم في بداية هذا اللقاء. قطعت الكرة من الكسندر يولي، هنا الرأسية، يحاول الآن منتصف الملعب فريق القاسم. أوديني جورج، تمريرات بداية هذا اللقاء. شاهد الفيديو تكلم عن الدقيقة الثانية فقط. حارث حاتم هناك لجهة اليسار، محمد الباقر يتقدم يلعب الكرة العرضية تصل مصلحة فريق القاسم، تحضير للكرة، تصويبة لكن ذهبت إلى الخارج. محاولة جميلة من اللاعب الواضع على الصورة أحمد سرتيب القادم نادي زوخة، وهذا هو علي عبد الجبار المدرب الذي تم تجديد التعاقد معه بعد ما قاد الفريق في الجولات الأخيرة بالنسبة لفريق نفط ميسان. وطبعا أكيد لا يريد أن يتعرض إلى هدف مبكر. مصلحة فريق القاسم لا مصلحة فريق نفط ميسان. تمريرات فريق نفط ميسان، والبداية بعد ما شاهدنا تصويبة اللاعب أحمد سرتيب. هنا خطأ بإشارة الحكم أحمد جمعة، خطأ مصلحة اللاعب ماثيو أوتالنجي، أو هذا عثمان ساني. نعم عثمان ساني القادم من نادي دهوك، عثمان ساني القادم من نادي دهوك. شاهد لقطة كانت قريبة جدا من حكم اللقاء، خطأ لمصلحة هذا هو ايمن الحكيم الحكم السوري المدرب السوري. مشوار طويل سبق وان درب هنا في العراق مع نادي دهوك.
تم التعاقد معه في نهاية الموسم الماضي. خطأ الآن لمصلحة نادي نفط ميسان داخل منطقة جزاء. هنا الإبعاد من شمبيسي، يحاول الآن فريق القاسم البحث الآن عن الهجوم، عن الهجوم المرتد. هجوم مرتد لمصلحة نادي القاسم، لكن قطعت الكرة من دفاعات نفط ميسان. قطعت الكرة من دفاعات نفط ميسان عن طريق اللاعب الواضح على الصورة محمد سعيد، يجدد موسم آخر رفقة نادي نفط ميسان. نفط ميسان والمشاركات العديدة، نتكلم عن 14 مشاركة في الدوري العراقي في مختلف المسميات، دور الممتاز، دور النخبة، بينما نادي القاسم 5 مشاركات. المشاركة الخامسة لنادي القاسم. اللعبة الركنية والإبعاد في مرة أولى وثانية، يحاول لعب الكرة من محسن بصورة جميلة داخل منطقة الجزاء، يحاول الحفاظ على الكرة من جديد. مريرة البحث عن التصويب، والحارس ممتازة. تصويبة كانت عن طريق اللاعب وديني جورج، لكن حسن نجم الذي طبعا اكيد منذ مواسم طويله مع نادي نفط ميسان، موسم اخر مع نفط ميسان، تصويبه كانت من وديني جورج، لكن حسن نجم يتمكن من التصدي لهذه الكره على دفعتين. تلعب الكره محمد الباقر قصيره، قطعت من نفط ميسان. جعفر ناصر يبحث عن تصويب، جعفر ناصر يمرر الكره الى الثاني، لكن قطعت الكره. عادت لمصلحة فريق القاسم البحث عن الهجوم المرتد. تمريرة من سيف رشيد، هناك القصير الخطير الحارث حاتم إلى سيف رشيد من جديد، أو هذا سرتيب يصوب، لكن اصطدت 5 دقائق أولى أسود صورة تكشر عن أنيابها بحثا عن هدف أول. تمرير الآن من جعفر ناصر في منتصف الملعب، البحث عن المرور عن طريق اللاعب أكرم رحيم. مررت الكرة هناك للجهة اليمين، يحاول مصطفى محمد لاعب منتخبنا الوطني السابق القادم من نادي رفسنجان الإيراني. مصطفى محمد سبق واللعب لنادي الزوراء، قادم من نادي رفسنجان الإيراني. الكرة الآن مصلحة فريق نفط ميسان، تمريرة طويلة باتجاه أوكيكي، لكن تصل سهلة للحارس حسن نجم. نعم، فريق القاسم انتدب 3 حراس لهذا الموسم، لا يريد تكرار أخطاء الموسم الماضي. حراس مرمى فريق القاسم كادوا أن يذهبوا بفريق القاسم إلى دور الدرجة الممتازة، باعتبار إلى دور المظالم بسبب الأخطاء المتكررة للحراس طوال الموسم. أكيد حارس المرمى يجب أن يكون اختياره بصورة صحيحة. محاولة من سيف رشيد، لكن سوالي أوتارا. محمد سعيد استلام لسيف رشيد، الكرة المشتركة. أحمد جمعة يقول لا وجود لشيء، إخراج الكرة من لاعبي القاسم عن تركها من قبل لاعبين نفط ميسان. بالسلامة لسيف رشيد الذي انتقل في الموسم الماضي من نادي أمارة بغداد لنادي القاسم في المرحلة الثانية، مرحلة الانتقالات الشتوية، وتم تجديد العقد له لسيف رشيد. سجل 4 أهداف مع فريق القاسم الموسم الماضي. هذه التصويبة الجميلة من أوديني جورج، لكن حسن نجم ممتازة التصدي من حسن نجم كابتن الفريق، لكن الاستمارة تقول أكرم رحيم هو الكابتن. نشاهد إشارة الكابتنية لدى الحارس حسن نجم. هذا هو أوديني جورج اللاعب النيجيري الذي يجدد موسم آخر مع فريق القاسم. روح رياضية عالية من الحارث حاتم كابتن. الكرة للاعبين نفط ميسان، تحديد الحارس المرمى حسن نجم. ألكسندر يولي إلى سواليو، فيناليو فواري، قلبي دفاع فريق نفط ميسان. نفط ميسان في الموسم الماضي كان في المركز العاشر بعد جمعه 47 نقطة، 10 انتصارات، 17 تعادل، وأيضا 11 خسارة. سجل 40 هدف واستقبل 39 هدف.
هجوميا كان في المركز العاشر، ناصف مع فريق الطلبة، ودفاعيا كان في المركز الثامن. نعم، دفاعيا كان جيد فريق نفط ميسان، هجوميا لم يكن بذلك التألق، بالرغم من وجود هداف كان اسمه علاء الدالي السوري. طبعا لم يجدد لهذا الموسم، سجل في الموسم الماضي 18 هدف. هل ينجح أوكيكي اللاعب النيجيري بتعويض علاء الدالي هداف فريق نفط ميسان في الموسم الماضي؟ كرة الآن لمصلحة فريق القاسم في المنتصف، تمرر هناك تمريرة داخل منطقة الجزاء والابعاد من اوتارا من سواليو، وهنا مصطفى محمد للخارج، رمية جانبية. هذا هو مصطفى محمد منتخبنا الوطني السابق، شاهدناه بفترة السيد كاتنش. كرة الآن يحاول المرور محمد الباقر، لكن قطعت الكرة من اللاعب ماثيو أتلنجي. الكرة الأمامية عنوان أحمد نور إذا الحارس مصطفى جاسم تمريرة طويلة. يحاول فريق القاسم أن نشاهد الكرات، أغلب اللعب محصور في وسط الملعب، عدا تصويبة أوديني جورج التي كانت خطيرة جدا، نتكلم عن 10 دقائق، بينما فريق نفط ميسان لغاية الآن غاية 10 دقائق الأولى لم يشكل أي خطورة أو تهديد على مرمى فريق القاسم. لغاية الآن لم يدخل الأجواء، ونعرف تماما بداية أي بطولة، المباراة الافتتاحية، المباراة الأولى لأي فريق لأي نادي دائما ما تكون صعبة. أكيد حمى البدايات دائما ما تكون صعبة. المدربين يقولون في المباراة الأولى إن لم أفز لا أخسر، هذا القانون. وبالنسبة لفريق نفط ميسان الذي لعب 12 مباراة على مستوى الأسبوع الأول خلال مسيرته في الدوري العراقي، تعادل في 8 مباريات وفاز في 2 مباراتين وخسر في 2. نفط ميسان نتيجة التعادل هي النتيجة الأكثر تكرارا وتحقيقا لفرسان المملكة في مباريات الأسبوع الأول في مشاركاته السابقة من دوري نجوم العراق، بينما فريق طبعا القاسم 4 مباريات لعبها في الأسبوع الأول في تاريخه في دوري نجوم العراق، تعادل في مباراة واحدة وخسر في 2 وفاز في 1. الفوز كان في الموسم الماضي خارج ملعبه على نادي أمارة بغداد بهدف عكسي من أيمن رزيج. يحاول الآن المرور محمد سعيد يجدد العقد، يجدد الولاء مع نفط ميسان لموسم آخر. أوكيكي هل يصوب؟ صوب أوكيكي من مسافة بعيدة جدا. أوكيكي أفولابي القادم من نادي النفط النيجيري، صاحب 14 هدف في الموسم الماضي رفقة نادي النفط، سبق وأن لعب لنادي جيمبا أبا جيفار الأثيوبي وأيضا الإسماعيلي المصري، ولديه مشوار في الدوري العراقي مع نوروز ومع النفط، والآن تجربة جديدة مع نفط ميسان بحثا عن تحقيق لقب، تحقيق بطولة. لكن صعب جدا بهذا السكواد لفريق نفط ميسان أن يحقق لقب، سواء على مستوى دوري نجوم العراق أو على مستوى بطولة الكأس، وحتى وصول المربع الذهبي صعب جدا. مباريات الدور الأول لغاية الآن شاهدنا، وهنا الخطأ على اللاعب أوكيكي، ونقاش ما بين أوكيكي وأحمد نور. خلاص يا أحمد نور، هي لعبة كرة القدم، لعبة رجولية، لعبة الأبدان، الحكم موجود وأعطاك خطأ. نعم، احتكاكات طبيعية جدا في عالم كرة القدم، لكن نحن أكيد المنافسة على الكرة ولا داعي للكلام والنقاش، خلاص تم احتساب خطأ وينتهي كل شيء. كرة الآن مقطوعة من الكسندر يولي قادم من نادي الحدود، تمريرة من محمد الباقر لكن لم يسيطر عليه الحارث حاتم. عادت لمصلحة لاعبي نفط ميسان. مباراة هادئة لم نشاهد فيها الشيء الكبير والكثير من الفريقين، خاصة فريق نفط ميسان
لم نشاهد النيابة الهجومية، بينما فريق القاسم حاول في مناسبتين، لكن كانت كرة أوديني جورج هي الأخطر. حسن نجم استطاع أن يتعامل مع الكرة بصورة ممتازة جدا، مسك الكرة على دفعتين. هنا تمريرة طويلة من أوتارا إلى الخارج بعيدة جدا على مصطفى محمد، وبالتالي رمية جانبية لمصلحة نادي القاسم. هذا هو الحارث حاتم كابتن الفريق، بزغ نجمه مع فريق القاسم بعدما تأهل الفريق من دوري الدرجة الأولى إلى دوري الدرجة الممتازة والنخبة، ومن ثم انتقل إلى نادي الطلبة، وبعدها عاد إلى فريق القاسم. كرة الآن تغيير اللعب لجهة اليمين، هل يلحق بالكرة؟ نعم يلحق بالكرة. محمد خالد كوفي، تمريرة إلى سيف رشيد، لكن قطعت من الكسندر يولي. لاعب العاجي علي عبد الجبار يشجع المدافعين، وكان مدافع متميز في فترة القوة الجوية، وايضا لعب عدة مباريات مع منتخبنا الوطني. محمد الباقر عبد الرحمن القادم من نادي النجف، يلعب الرمية الجانبية على طريقة الركلة الركنية، البحث والابعاد من الكسندريولي الى اوكيكي قريب عليه شمبيزي، يحافظ على كورته ويمرر الى جعفر ناصر القصير المكير صاحب المهارة، لا وجود للخطأ. تمريرة وصلت لمن؟ الى سرتيب مار، سرتيب عدى، ما زال يحتفظ بالكرة، يمرر تمريرة سرتيب لمن؟ عنوانها مصطفى محمد بالخطأ. تمريرة من مصطفى محمد باتجاه جعفر ناصر استلم الكرة قريب عليه أحمد نور، جعفر ناصر انطلق مر يحاول المرور، لكن أحمد نور وإبعاد الكرة إلى ركلة ركنية. هذا هو أحمد نور الذي يبعد الكرة قلب الدفاع مع شمبيسي لاعب منتخب ملاوي. جعفر ناصر 3 أهداف لديه في الموسم الماضي رفقة نفط ميسان، ركنية أولى لمصلحة نفط ميسان. هذا هو كيكي هداف فريق النفط الموسم الماضي، هل يصبح هداف فريق نفط ميسان لهذا الموسم؟ هنا الرأسية والإبعاد من دفاعات فريق القاسم. الحارث حاتم إلى سرتيب للحارث حاتم من جديد، حارث حاتم انطلق، تمريرة جميلة هنا في جهة اليمين، البحث عن من؟ عن محمد كوفي. نعم محمد كوفي من جديد إلى سرتيب، تمريرات قصيرة. حسين محسن لعب مع الديوانية مع القوة الجوية، الآن هو مع فريق القاسم محافظة بابل. حارث حاتم في كل مكان. محمد الباقر، تمريرات مصلحة فريق القاسم، الاحتفاظ والاستحواذ بالكرة بصورة جميلة. هنا التمريرة لكن قطعت من الكسندريولي، أقرب لأحمد نور بالتغطية، عادت إلى حسين محسن تمريرة أمامية، أقرب له حارس المرمى حسن نجم، تمريرة بالعمق لكن حسن نجم أقرب للكرة، أقرب من محمد كوفي. محمد خالد الملقب بكوفي الموسم الماضي فترة الانتقالات الشتوية انتقل من دهوك إلى القاسم، وفي هذا الموسم أكيد تجديد مع فريق القاسم الذي يحافظ على الفريق الذي يكمل به الدوري. فريق القاسم في الموسم الماضي كاد أن يهبط إلى دوري الدرجة الممتازة بعدما احتل المركز السابع عشر، جمع 35 نقطة، 8 انتصارات، 14 تعادل، 16 خسارة، سجل 42 هدف ودخل مرماه 53 هدف هجوميا في المركز الثامن، كنت دفاعيا في المركز السادس عشر. نعم احتل المركز السابع عشر ولعب مباراة تفادي الهبوط مع نفط البصرة وخسر هدف مقابل هدفين، هدف أتى في الدقيقة 90 عن طريق اللاعب علاء رعد، وفي مباراة الملحق مع صاحب المركز الثالث من دور الدرجة الممتازة فريق البيش مرقة، وأيضا فاز بهدف قاتل عن طريق علام حسن الغائب بسبب وفاة والدته. نتمنى الرحمة والغفران لوالدة علام حسن، نسأل الله أن يرحمها ويسكنها فسيح جناته، واليوم يغيب، وأيضا
المهاجم الآخر صاحب الخبرة فلاح عبد الكريم أيضا يغيب، غير موجود لا في الاحتياط ولا في التشكيلة الأساسية. محمد سعيد يلعب الرمية الجانبية، الحكم المساعد الأول أحمد سلام يضمن لعب الكرة من مكان خروجها. حسين محسن يلعب الكرة الأمامية لكن إلى الخارج، أيضا رمية جانبية أخرى لمصلحة نادي نفط ميسان. لغاية الآن يصل إلى الدقيقة 20 من هذا اللقاء هادئ جدا أكيد، بداية الدوري الأسبوع الأول، وبالتالي طبيعي جدا أن نشاهد هكذا أداء. لا نستطيع أن نحكم على الأداء إلا بعد مرور على الأقل 3 أدوار. بالسلامة ليوكيكي. وجهات الفريقين، فريق نفط ميسان فاز ب3 مباريات والتعادل ب3 مباريات، ونادي القاسم فاز بمباراتين. أفضلية تاريخية لنفط ميسان على مستوى مواجهات الفريقين. المباراة الأكثر أهدافا بين الفريقين هي المباراة الأولى التي انتهت 3-3 موسم 2021 في ملعب الكفل الأولمبي. هي المباراة هذه أتت في الأسبوع الأول، سبق والتقيا في الأسبوع الأول من الدوري العراقي موسم 2021، وانتهت بالتعادل الإيجابي 3 لكلا الفريقين. علي عبد الجبار ماذا يطالب؟ كان هناك خطأ أكيد، الحكم هو أقرب، وأكيد هناك فار. رمية جانبية الآن لمصلحة فريق نفط ميسان. محمد الباقر شاهد فريق القاسم أكثر استحواذ، وأيضا كانت لديه محاولة خطيرة عن طريق أوديني جورج. فريق نفط ميسان لغاية الآن لم يشكل أي خطورة. القاسم الفريق الذي أضاف الشيء الكبير للدوري العراقي، خاصة ويمثل محافظة بابل عرفناها عن طريق نادي بابل، النادي العريق، النادي الكبير الذي مر عليه العديد من النجوم واللاعبين، وأبرزهم رزاق فرحان. وهنا بطاقة صفراء على لاعب فريق القاسم، واضح بالصورة. مؤمل جميل الذي يجدد لموسم آخر، مؤمل جميل يتحصل على بطاقة صفراء أولى في هذا اللقاء بعد تدخل واضح كان على اللاعب عثمان ساني لاعب النيجيري القادم من نادي دهوك. بالتالي خطأ لمصلحة نادي نفط ميسان. هذا هو عثمان ساني سبق وأن لعب لنادي النفط ودهوك في دورينا، والآن مع نفط ميسان 3 أندية هنا في الدوري العراقي. مصطفى محمد العائد من جديد إلى الدوري العراقي عبر بوابة نفط ميسان بعد تجربة احترافية هناك في الدوري الإيراني رفقة نادي رفسنجان الإيراني. أحمد جمعة يتأكد من الفار. وصلنا إلى منتصف الشوط الأول والتعادل السلبي ما بين القاسم ونفط ميسان. مباراة تقام في ملعب النجف. شاهدنا المباريات طبعا، أربيل فاز على ديال هدفين مقابل هدف، دهوك خسر امام زورا 0-1، كربلاء ونوروز تعادل سلبي، نفط البصره يفوز على الكرك بهدف مقابل لا شيء، الشرطه والقرمه التعادل الايجابي هدفين مقابل هدفين، النجف والنفط ايضا تعادل ايجابي هدف مقابل هدف. وتستكمل مباراه الاسبوع الاول الميناء والحدود، طلبه والزخم والكرمه والقوه الجويه. حسن نجم يخرج وابعاد للكره، الكره العاليه شمبيز بالراس للحارس مصطفى جاسم حارس مرمى فريق القاسم. لغايه الان الاداء
فيه البرود الكثير. نعم رتم بطيء جدا، رتم بطيء جدا بالنسبة للفريقين. لم نشاهد السرعة، لم نشاهد المحاولات الكثيرة والعديدة. المحاولات شاهدناها في الدقائق الأولى من الشوط الأول وبعدها اختفت، يعني لا للقاسم ولا لفريق نفط ميسان، لا للمستضيف ولا الضيف. أحمد سرتيب قادم من نادي زاخا، سبق وأن لعب للزهراء ولأربيل. جهات مستمرة وتواصل من علي عبد الجبار مع اللاعبين بحثا عن تقديم أداء أفضل. جعفر ناصر، تمرير أمامي لأوكيكي، أوكيكي محطة جميلة جدا، يعرف كيف يحتفظ بالكرة، يمرر إلى جعفر ناصر. جعفر هنا التمرير على سعد، على سعد إلى عثمان سانيه، عثمان سانيه لكن حارث حاتم قاطع الكرة. يحاول الآن عثمان سانيه أن يقتطع الكرة، لكن الكرة عادت لمصلحة فريق القاسم. تمريرة عادت لعثمان سانيه، سانيه يحاول المرور، قريب منه وديني جورج، يلعب له مصطفى محمد، يلعب الكرة العرضية، وهنا شمبيسي وابعاد الكرة باللحظة المناسبة. ابعاد الكرة ايضا ابعاد غير جيد، ابعاد غير جيد من لاعبي فريق القاسم. تعود من جديد لمصلحة فريق نفط ميسان. محمد سعيد الى جعفر ناصر، تمريرات شمبيسي يحاول لكن عادت من جديد، عادت من جديد. هذا هو ماثيو تغيير اللعب هناك للاعب الكسندريولي. الكسندريولي يحتفظ بالكرة، يضغط عليه سيف رشيد، يلعبها في المنتصف. أكرم إلى ماثيو تلنجي إلى أكرم رحيم من جديد، صاحب الخبرة وسنوات ومواسم عديدة رفقة نفط ميسان. يبحث فريق نفط ميسان من خلال هذا الاستحواذ أن يجد المساحة، أن يجد الفرصة من أجل تشكيل الخطورة على مرمى فريق القاسم، الذي طبعا لم يجد أي خطورة إلا إذا كان هناك كلام آخر في هذه الهجمة. والكرة الخطيرة والعرضية لكن ممتازة من محمد الباقر، قاطع الكرة باللحظة المناسبة، في اللحظة المناسبة قاطع الكرة محمد الباقر. أولى المحاولات التي كادت أن تشكل خطورة على مرمى فريق القاسم، لكن محمد الباقر استطاع أن يقطع الكرة في اللحظة المناسبة. خطأ الآن لمصلحة فريق نفط ميسان. الكسندريولي لاعب العاجي، محمد سعيد لا جعفر ناصر، ثناء جهة اليسار بالنسبة لفريق نفط ميسان. نفط ميسان يحاول هناك من جهة اليمين لدى مصطفى محمد إلى عثمان سانيه. عثمان سانيه يحاول الاحتفاظ بالكرة، قريب عليه الحارث حاتم، يضطر لعب الكرة للخلف إلى تولنجي. أكرم رحيم، أكرم إلى جعفر ناصر، جعفر ناصر تمريرة جميلة هناك في جهة اليمين. سانيه يحاول المرور، يبحث عن الكرة العرضية، لا مر ولا كرة عرضية، لكن في الأخير الكرة خرجت من مؤمل جميل إلى ركنية. أحمد جمعة ينطلق باتجاه دكة البدلاء لعلي عبد الجبار، ويطلب منا الهدوء، يطلب منا عدم الاعتراض، وبالتالي أحمد جمعة يقول له أنا هنا القاضي، أنا هنا المسؤول عن القرارات، لا داعي للاعتراض، لا داعي للنقاش والكلام مع الحكم الرابع، خلاص أنا موجود. وإذا هناك شيء لم يشاهده، هناك الفار، هناك تقنية الفيديو، ركنية الآن لمصلحة نفط ميسان الذي يشكل أفضلية. إبعاد من شمبيزي يشكل أفضلية الآن نفط ميسان. نفط ميسان الآن يضغط على مرمى فريق القاسم. ماثيو تلنجي تغيير لعب هناك في جهة اليمين، وصلت لعلاء سعد، علاء سعد إلى سانيه، عثمان سانيه، البحث الآن عن العرضية من أجل الخطورة. سانيه لكن قطعت من مؤمل جميل إلى الحارث حاتم، وهناك خطأ، هناك خطأ حسب إشارة الحكم أحمد جمعة، الحكم الواضح على الصورة. شاهدناه في الموسم الماضي، قاد عدة مباريات. هذا هو عثمان سانيه الذي يلعب كجناح يمين لفريق نفط ميسان. شاهد نعم الكرة لمست يد عثمان سانيه، وبالتالي خطأ بعدما اصطدت بمؤمل جميل. هنا اللقطة واضحة جدا، لمس الكرة باليد على اللاعب عثمان سانيه. حارث حاتم يحاول لكن أوكيكي، قطعت الكرة، عادت مصلحة فريق القاسم. أحمد نور تمريرة طويلة
ممتازة من اللاعب أوتارا. سوالي أوتارا استلم الكرة ولعبها إلى ماثيو محمد سعيد. محمد سعيد من سوف يكون صاحب الحظ السعيد في المباراة الأولى من دوري نجوم العراق للمحترفين لهذا الموسم 24-25. من سوف يحقق الانتصار لغاية الآن حبايب؟ تعادل سلبي. ماثيو إلى عثمان ساني، الكسندر يولي إلى أكرم رحيم. نعم، نفط ميسان الآن هو الأكثر استحواذ، هو الأكثر وصول لمنطقة جزاء فريق القاسم. شاهدنا تحصل على ركنية، تحصل على فرصة، لكن الخطورة لغاية الآن غائبة تماما عن فريق نفط ميسان. هي المباراة يعني نصل إلى الدقيقة 30 وفرصة وحيدة كانت خطيرة وتسديدة من خارج منطقة الجزاء اللي هي أوديني جورج. محمد الباقر وابعاد الكرة للخارج، رمي جانبية من مصطفى محمد، اللعب إلى عثمان ساني. عثمان ساني قريب عليه شمبيزي، قطعت الكرة. محمد الباقر ابعاد خاطئ، عادت لمصلحة ماثيو اوتالانجي الى محمد سعيد. محمد سعيد الى جعفر ناصر. جعفر ناصر لم يسيطر على الكرة. حسين محسن يحاول المرور، مر بصورة جميلة حسين محسن، لكن تغطية موجودة من سوالي اوتارا. سوالي اوتارا العاجي الذي يجدد لموسم آخر رفقة فريق نفط ميسان، رفقة فرسان المملكة. هذا النادي الذي يمثل محافظة ميسان، محافظة ميسان بأقضيتها ومدنها الجميلة، قلعة الصالح، العمارة، عواشة، يعني بصراحة محافظة جميلة جدا. مجر، هذه المناطق الجميلة وطيبة أهل ميسان يعني صعب جدا وصفها. أكيد هو طبيعة الفرد العراقي يكون طيب القلب، حسن المعشر، مضياف، كريم، شجاع، قل عنه ما شئت بدون مبالغة، لكن هذا الواقع. يعني الجميع يتحدث عن كرم وطيبة الشعب العراقي، خاصة عند استضافة البطولات أو المباريات. وخليجي 25 كانت شاهدة وحاضرة على كرم العراقيين بصورة عامة وأهل البصرة بصورة خاصة. نتمنى الأمن والأمان لعراقنا الحبيب، لشعبنا الجميل، ونشاهد مباراة جميلة ما بين القاسم ونفط ميسان. لكن لغاية الآن المباراة لم ترتقي إلى المباراة الجميلة، مباراة مستوى متوسط أو أقل من الوسط. هنا محمد الباقر، لا هي تصويبة ولا هي عرضية، وفي الأخير ذهبت إلى الخارج. ركلة مرمى، ركلة مرمى لمصلحة نادي نفط ميسان. أيمن الحكيم العقيد السوري، مشوار طويل هناك في سوريا. والآن دقيقة الكولينج بريك بسبب ارتفاع درجات الحرارة وأيضا نسبة الرطوبة، بالتالي دقيقة للتبريد لشرب المياه.
تنتهي دقيقة التوقف من أجل شرب المياه بسبب ارتفاع درجة الحرارة، وشاهدنا يعني درجة الحرارة 42 درجة مئوية، بصراحة درجة حرارة عالية هناك في محافظة النجف الأشرف. يعودون السنة في اللقاء من جديد أحبة المشاهدين، والتعادل السلبي ما بين ناديي القاسم ونفط ميسان في مباريات الأسبوع الأول من دوري نجوم العراق للمحترفين موسم 24-25، تعادل سلبي لغاية الآن، والأهداف هي ملح كرة القدم. نتمنى أن نشاهد الأهداف سواء للضيف أو للمستضيف، لا وجود الفرق، أهم شيء نشاهد الأهداف. من الحارث حاتم يضغط على الكسندر يولي، لكن بذكاء كبير من الكسندر يولي، تعامل مع الكرة بذكاء كبير. مصطفى محمد، ماثيو أتولانجي إلى سواليو، وصلت إلى جعفر ناصر، انطلق محمد سعيد من جهة اليسار، يلعب على محمد سعيد لكن قصيرة تحتاج إلى قوة أكثر. وهنا الإبعاد من سواليو إلى الخارج، رمية جانبية. فريق نفط ميسان بعد الدقيقة 25 يعني شاهدناه يستحوذ أكثر، يحاول الوصول إلى منطقة جزاء فريق القاسم، لكن لغاية الآن لم يشكل أي خطورة على مرمى الحارس مصطفى جاسم، حارس مرمى القاسم. لم نشاهده كثيرا، حتى فريق القاسم ليس لديه بتلك المحاولات الخطيرة عدا محاولة وحيدة التي صوبها ديني جورج. علي عبد الجبار ما زال يتكلم مع الحكم الرابع محمد كامل صغير. الخطأ لمصلحة سيف رشيد، هذه الكرة المشتركة مع سوالي وتارا، الحكم المساعد قريب جدا أحمد سلام. خطأ الآن حسين محسن على تنفيذ الخطأ. حسين محسن 10 دقائق أخيرة من الشوط الأول، يلعب الكرة العرضية قصيرة، قطعت، عادة الحارث حاتم. حارث حاتم يضغط عليه عثمان ساني، حارث حاتم افتك الكرة لم تخرج. حارث حاتم يبحث عن العرضية، يلعب الكرة العرضية خروج ممتاز من حسن نجم، وخطأ على أحمد نور، ويعتذر مباشرة أحمد نور من حسن نجم. خطأ، شاهد عرضية الحارث حاتم، لكن حسن نجم بالخروج ومن أعلى نقطة مسك الكرة. مصطفى الكسندر يولي، يحاول فريق القاسم عن طريق الكرات الثابتة والكرات العرضية، لكن مثل ما ذكرت مباراة تماما غائب عنها الوضع الهجومي للفريقين. هناك تخوف، هناك حرص على أن لا يدخل مرمى الناديين أي هدف. أكيد دائما ما تكون البداية صعبة على أي فريق، بالتالي البداية الصعبة واضحة جدا على الفريقين. التزام دفاعي، شاهد عندما تكون الكرة لدى فريق نفط ميسان، لاعبي فريق القاسم يعني 10 لاعبين في مناطقهم من أجل الدفاع. أيضا يعني فريق القاسم يحسب له عودة فريق كرة اليد إلى دوري النخبة من جديد. فريق القاسم طبعا حقق المركز الرابع قبل عدة مواسم، نتكلم على مستوى كرة اليد، يعني فريق تابع لقضاء، وتشاهد لديه فريق كرة قدم يلعب في دوري نجوم العراق للمحترفين، وفريق لكرة اليد يلعب في دوري النخبة، يعني شيء يحسب. وأيضا يعني بالرغم من وجود مشاكل إدارية وحل الهيئة الإدارية وتعليق وطبعا تعيين هيئة إدارية مؤقتة من أجل طبعا الاستعدادات والإعداد لانتخابات الهيئة الإدارية الجديدة. كثير من الأندية تم حل هيئاتها الإدارية بسبب مخالفاتها. أتمنى وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية أن تعمل دورات مكثفة للهيئات الإدارية حتى لا تخطأ بعملها الإداري وتحل هذه الهيئة الإدارية لذاك النادي أو لذلك. خطأ الآن لمصلحة فريق القاسم، محمد الباقر على تنفيذ الخطأ، يعتمد فريق القاسم على الكرات الثابتة. هناك خطأ على اللاعب سيف رشيد، لمس الكرة باليد. أحمد جمعة قريب جدا
من الحالة والخطأ على سيف رشيد، واضح بالصورة. هذه الإعادة مرت من الكسندر يولي ولمست يد سيف رشيد. أوتارا مباراة هادئة تماما، هادئة تماما هذه المباراة، لا وجود للخطورة، لا وجود للهجمات سواء من نفط ميسان أو من القاسم. لعب محصور في وسط الملعب أو الكرة للخارج، كرات عديدة للخارج سواء ركلة مرمى أو رمية جانبية. الآن رمية جانبية، أيمن الحكيم غير راضي، غير راضي على أداء الفريق. المدرب السوري، عديد من المدربين المحترفين في دورينا لهذا الموسم سواء من الجنسيات العربية أو من الجنسيات الأجنبية الأخرى. مصطفى محمد بالتغطية خلف قلبي الدفاع، لعب الكسندر يولي. آخر 5 دقائق من الشوط الأول، الاستحواذ لمصلحة فريق القاسم 52 مقابل 48، ليس بذلك الفارق الكبير. كرة الآن عثمان ساني، عثمان ساني مع الكرة، هدوء باللعب، لا وجود للمفاجأة، لا وجود للكرات الأمامية القطرية من أجل مفاجأة ومباغتة الخط الخلفي لفريق القاسم. تلعب الكرة هنا الآن الأمامية، لكن أي عنوان مناسب لهذه الكرة من اللاعب ماثيو تلنجي. ترك محمد الباقر إلى الخارج، رمية جانبية على عبد الجبار. دائم التواصل والاستمرار مع اللاعبين والتوجيه. علاء سعد لم نشاهده كثيرا، علاء سعد الذي يلعب خلف المهاجم. أوكيكي عادت من الكسندر، عالية باتجاه أوكيكي أبو لابي، لكن تصل سهلة. هناك رأي وتسلل على هذا اللاعب المهاجم النيجيري. كما ذكرت القادم من نادي النفط، وكان هداف نادي النفط ب14 هدف في الموسم الماضي. هل ينجح بتسجيل هذا العدد من الأهداف لفريق نفط ميسان خلال هذا الموسم؟ هل يستطيع تعويض المهاجم علاء الدالي هداف فريق نفط ميسان في الموسم الماضي برصيد 18 هدف؟ كرة الآن وصعد فريق نفط ميسان، جعفر ناصر، جعفر تمريرة إلى أكرم، أكرم لمصلحة علاء سعد، لكن قطعت الكرة، قطعت الكرة من أحمد نور. جانبية لمن؟ السلام الحسين محسن، سقط على أرضية الملعب. جعفر ناصر وحسين محسن، الكرة المشتركة الأخيرة. التسلل واضح كان على أوكيكي، عاد من التسلل بالسلام الحسين محسن. أجواء حارة في ملعب النجف هناك في محافظة النجف الأشرف، الملعب الذي تم اتخاذه من قبل فريق القاسم كأرض افتراضية. القاسم لا يريد أن يذهب إلى طبعا مباريات تفادي الهبوط أو مباريات الملحق من أجل البقاء في الدوري العراقي للمحترفين لهذا الموسم، نشوف العراق 24-25. هذه الكرة بين جعفر ناصر وحسين محسن، السلام الحسين محسن، تصريحة والسائل متشابه ما بين حسين محسن مدافع اليمين ومصطفى محمد مدافع يمين نفط ميسان، نفس التصريحة. كيرلي كما تسمى حاليا، أما في أيام
في ايام من ايام الشباب كنا نسميها خنافس، اكيد كل زمان رجال، واكيد يعني كل وقت له مسمياته وله تسمياته. على العموم نتمنى السلام لحسين محسن وجميع الموجودين في ملعب النجف. اخر دقيقة ونصف الدقيقة من الشوط الاول، عدا الوقت المحتسب بدل عن الضاع. كم سوف يضيف الحكم احمد جمعة؟ هنا الكرة في وسط الملعب، شوط اول سلبي بكل شيء، ليس فقط على مستوى النتيجة، حتى على مستوى الاداء لم يكن بذلك المستوى المتميز. وهنا الرأسية، هنا الرأسية من اوكيكي، لكن علت العارضة. اوكيكي يقول كررها مرارا هذه العرضية من اجل تشكيل الخطورة. نعم، لاعب يجيد الكرات الرأسية. شاهد محمد سعيد والكرة الرأسية من امام مؤمل جميل. نعم، من امام مؤمل جميل، لكن رأسية اوكيكي الى الخارج، الى الخارج، علت العارضة. شيء يحسب لجماهير القاسم التي حاضرت من محافظة بابل إلى محافظة النجف الأشرف من أجل الموازنة، وأيضا نفس الحال ينطبق على جماهير نفط ميسان القادمة من محافظة ميسان من أجل تشجيع فرسان المملكة. هنا الكرة في المنتصف، 45 دقيقة شرفت على الانتهاء والتعادل السلبي ما بين القاسم ونفط ميسان في مباراة الأسبوع الأول من دور نجوم العراق 24-25. شاهدنا فيه تعادل سلبي لغاية الآن ما بين كربلاء ونوروز، ولا نريد أن نشاهد تعادل سلبي آخر. أحمد نور بالراس، عاد الكرة أحمد سرتيب يحاول، لكن عادت نفط ميسان يحاول الضغط على فريق القاسم. جعفر ناصر تمريرة لكن قطعت من جديد، وتشتيت الكرة إلى الخارج، رمية جانبية. كم سوف يضيف أحمد جمعة؟ كم سوف يضيف أحمد جمعة كوقت محتسب بدلا عن الضائع؟ كرة الآن أكرم رحيم، أكرم رحيم إلى ماثيو تلنجي، قادم من نادي الميناء، لاعب خط الوسط. نادي الميناء تخلى على اللاعب ماثيو تلنجي، وأيضا تخلى على ويليام جبور. اللاعبان قدما الإضافة لنادي الميناء. هنا تمريرة طويلة، سيف رشيد يلحق بالكرة قبل مصطفى محمد. مصطفى محمد يحاول الضغط لافتكاك الكرة، لكن سيف رشيد احتفاظ بالكرة بصورة جميلة يلعبها الحارث حاتم. حارث حاتم مع الكرة. القاسم لم نشاهده هجوميا بعد الدقيقة 25، 3 دقائق كوقت محتسب بدل عن الضائع. الدقيقة الأولى مرت، دخلنا بالدقيقة الثانية. حسين محسن، أي تمريرة يا حسين محسن، تصل سهلة للحارس حسن نجم، تصل سهلة للحارس حسن نجم. في ظل هذا الأداء صعب جدا أن نشاهد خطورة، يعني لا نريد أن نشاهد أهداف، لكن نشاهد خطورة في ظل هذا الأداء يعني صعب جدا، صعب جدا. كرات يعني مقطوعة في وسط الملعب إلى الخارج. هنا مصطفى محمد يعترض على قرار الحكم ولمست أحد اللاعبين، لكن الحكم المساعد الثاني مصطفى عبد الخالق يقول رمية جانبية لمصلحة فريق القاسم. محمد الباقر، تلعب محمد الباقر باتجاه سيف رشيد، لكن هناك خطأ على سيف رشيد. وضع على الصورة خطأ على سيف رشيد. الكسندر يولي تمريرة طويلة الى اوكيكي، اوكيكي بالراس الى عثمان ساني، عثمان ساني نجح بالوصول للكرة، يمر على سعد، على سعد الكرة العرضية، لكن اصطدته الابعاد، ابعاد من احمد نور. يحاول فريق نفط ميسان ان يخطف هدف قبل الذهاب الى غرف تبديل الملابس، قبل الذهاب الى فترة الاستراحة. علي عبد الجبار دام الصراخ ودام التوجيه على لاعبيه. هنا الكرة داخل منطقة اوكيكي يحاول السيطرة على الكرة، يمرر لكن قطعت في اللحظة المناسبة. تمريرة طويلة، اوتارا بالراس الى الكسندر يولي. الكسندر يولي شاهد لاعب يلعب بالعقل اكثر ما يلعب بالقدم. نعم، في اكثر من مرة يعرف كيف يتعامل مع الكرة. الكسندر يولي، وهنا احمد جمعة ينهي احداث الشوط الاول بالتعادل السلبي ما بين ناديي القاسم ونفط ميسان.
حفظ المشاهدين لا تذهبوا بعيدا، استراحة قصيرة ونعود إليكم مجددا.
ونفض ميسان بعدما تركنا الشوط الاول بالتعادل السلبي ما بين الفريقين. هناك تبديل لمن خرج من دخل، هل لنفض ميسان ام لفريق القاسم؟ التبديل الاول، التبديل الاول ميسوكي، اللاعب ميسوكي اولمو صاحب الاربع اهداف يدخل الان، كان عنصر اساسي في الموسم الماضي، كان عنصر اساسي ميسوكي اولمو، عنصر اساسي لدى فريق القاسم، يدخل الان لاعب صفات الهجوميه ممتازه جدا. الشوط الثاني مباراة القاسم ورد الميسان، الحارث حاتم يحاول الحارث حاتم يمر من امام مصطفى محمد، الحارث حاتم يلعب الكرة العرضية واصطدت وركلة جزاء، ركلة جزاء في بداية الشوط الثاني، ركلة جزاء أحمد جمعة لا يتردد ولا يتوانى باحتسابها أمام جماهير القاسم، أمام جماهير الصورة التي تطلق العنان لأفراحها. لكن هل هناك عودة للفار؟ هل هناك التأكد من لمسة يد؟ لا أمل نقول لمسة اليد فيها أكثر من استفسار، فيها أكثر من كلام. الكرة لمسة اليد في البداية، هل اللاعب كان داخل منطقة الجزاء؟ لقطة صعبة ومركبة. إذا كان هناك لمسة يد متعمد من الرحيم، هل كان على خط منطقة الجزاء؟ إذا كان على خط منطقة الجزاء أكيد ركلة جزاء، خط من ضمن منطقة الجزاء. ميسوكي اولمو، هل يرجع ميسوكي اولمو؟ لكن بانتظار، هل هناك عودة للفار؟ أكيد يعود إلى الفار، يعود إلى الفار. طبعا الحكم أحمد جمعة لم نذكر اولمو الكاميروني بديل اليمن. هنا الإعادة، لمس الكرة باليد، لقطة صعبة جدا. هل كان على خط الجزاء؟ طبعا تشكيلة فريق نفض ميسان، حسن نجم حراس المرمى، الكسندريولي يؤجل التشكيلة ولا وجود لركلة جزاء، لا وجود لركلة جزاء أحمد جمعة بعد العودة للفار. ركنية الآن ركنية، نعم ركنية الآن، تحول من ركلة جزاء إلى ركنية. هناك يا سيد الحكم، هذا هناك يا سيد الحكم، اسقاط كرة، الكرة ذهبت إلى الخارج، بصراحة يعني لقطة عجيبة. هل إذا عدنا للفار كبروتوكول الفيفا، هل إذا تم العودة للفار نعمل على اسقاط كرة؟ لا أعرف. على العموم اسقاط كرة ونستأنف اللقاء في بداية الشوط الثاني، بداية مثيرة، ركلة جزاء تم احتسابها ومن ثم إلغائها من أحمد جمعة بعد العودة لتقنية الفيديو. هنا المحاولة لمصلحة فريق نفض ميسان، أوكيكي أفولابي يلعبها لماتيو، أكرم ناجي، تمريرات لمصلحة فريق نفض ميسان، محمد سعيد، تشكيلة نادي نفض ميسان، حسن نجم حراسة المرمى، الكسندريولي، سوالي اوتارا، مصطفى محمد سعيد، ماثيو لاتنجي، اكرم رحيم، على سعد، عثمان الساني، وجعفر ناصر، وكيكي افولابي. اما تشكيلة فريق القاسم، مصطفى جاسم حراسة المرمى، حسين محسن، دنس شمبيسي، احمد نور، محمد الباقر، عبد الرحمن، وديني جورج، مهند الجميل، الحارث حاتم، واحمد سرتيب، وسيف رشيد، وبديل اللمن اولمو، ميسوكي، هذا هو سيف رشيد مهاجم الفريق، لديه 4 أهداف. ميسوكي في الموسم الماضي، خطأ على علاء سعد، خرج محمد كوفي ودخل بدون عن اللاعب ميسوكي الكاميروني. اوديني جورج الى مهند الجميل، من جديد الى اوديني تمريره هنا بالراس والابعاد من الكسندريولي، على سعد،
يحاول التمرير الى ماتيو لكن قصيره وقطعت بالمهمه الجميل. عادت لاحمد نور، احمد نور مصلحه فريق القاسم الذي يحاول ان يضغط هنا لميسوكي. ميسوكي بديلا لاحمد سرتيب، نعم بديلا لاحمد سرتيب. هنا الكره يصل لها جعفر ناصر، يصل لها جعفر ناصر، يمرر الكره الى اوكيكي، لا وجود للخطا، الحكم قريب، وأوكيكي النيجيري يطالب بركله جزاء. الحارث حاتم والبحث عن الهجوم المرتد. شوط ثاني يبدا سريعا، يبدا افضل من بدايه الشوط الاول. خلاص هل تخلصوا من عقده البدايه، من عقده البدايه الصعبه؟ اكيد كل بدايه صعبه، كل بدايه صعبه. وبالتالي في الشوط الثاني 5 دقائق سريعه جدا شاهدنا فيها ركله جزاء. وهنا الان كره مشتركه ما بين اوديني جورج النيجيري وابن بلدياته اوكيكي ايضا من نيجيريا. ثنائي نيجيري هنا في ملعب النجف في محافظه النجف الاشرف لتستضيف هذا اللقاء، اللقاء الافتتاحي بالنسبه للفريقين القاسم ونفط ميسان. نفط ميسان المباريات الافتتاحيه، تكلم عن نفط ميسان، لم يحقق الانتصار 12 مباراة سابقة. تكلم عن مباريات الدور الأول الأسبوع الأول، فاز فقط في مباراتين، واحدة فقط خارج ملعبه، واحدة فقط خارج ملعبه وكانت على الكهرباء موسم 2018-2019. هو أفضل موسم بالنسبة لنادي نفط ميسان الذي أحرز فيها المركز الخامس. بينما فريق القاسم يعني لديه انتصار واحد في مباريات الاسبوع الاول، وكانت على فريق مرت بغداد في الموسم الماضي بهدف عكسي لايمن رزيج. هل يحقق انتصار في ملعبه بالنسبه لفريق القاسم؟ ولم يلعب في ملعبه سوى مباراه واحده فقط. اتكلم عن مباريات الاسبوع الاول فقط. المباراه الاولى وهي المباراه الاولى له في دوري العراقي الممتاز دور النخبه، عندما تعادل مع نفط ميسان 3-3. نعم هي المباراه الاولى وكانت مع نفط ميسان وانتهت بالتعادل الايجابي 3-3. الان يعود من جديد ويلتقي مع نفط ميسان ايضا في المباراه الاولى له، لكن كان ذلك في موسم 2021 والان في موسم 24-25 بعد 4 سنوات يعود ويلتقي الفريقين في المباراة الأسبوع الأول. تلك المباراة ضيفها ملعب الكفر الأولمبي، هذه المباراة يضيفها ملعب النجف الدولي. الآن ركلة ركنية لمصلحة نادي نفط ميسان، تلعب سريع على مصطفى محمد يلعب الكرة العرضية داخل منطقة الجزاء هنا الرأسية، لكن وتارا مرت على وتارا وصلت إلى جعفر ناصر يحاول المرور لكن قطعت من ميسوكي، تمريرة قصيرة قطعت، تلعب الكرة العالية من وتارا بعيدة جدا. هل يلحق بها عثمان ساني؟ صعبة جدا على عثمان ساني، تحتاج إلى أوسنبورغ، تحتاج إلى عداء المسافات القصيرة، لكن خرجت هنا الآن تبديل علي لطيف من نفط ميسان، تجديد الهدفين في الموسم الماضي. علي لطيف بديلا لعلاء سعد، نفس المركز التبديل الاول لنفط ميسان. علي عبد الجبار يتدخل، صندريولي يحاول من امام سيف رشيد مهاجمين المشاكسين، نعم دائما يضغط على المدافعين. صندريولي ملعب جميل، ملعب النجف ملعب جميل جدا، كرة تصل سهلة للحارس مصطفى جاسم. أكثر ما يؤرق جماهير القاسم، جماهير أسود سورة، هو هذا المركز، مركز حراسة المرمى. عانوا كثيرا في الموسم الماضي، ونشاهد فريق القاسم استقطب 3 حراس مرمى، مصطفى جاسم من مصافي الجنوب وليث معا من أربيل، وأيضا هناك حارس ثالث علي خالد من القوة الجوية. أكيد مركز مهم جدا، مركز حراسة المرمى. صراحة الموسم الماضي شاهدنا أخطاء
حراس مرمى فريق القاسم طوال الموسم اخطاء بالجمله. الحراس اهدوا كثيرا فرق المنافسه اهداف. رمية جانبية اخرى. 10 دقائق سريعا، 10 دقائق مرت سريعا من الشوط الثاني. طالت الكرة. أبو محمد كوفي، نعم، اللاعب الذي خرج أحمد سرتيب. أحمد سرتيب خرج ودخل بديلا عنه اللاعب ميسوكي. كرة طويلة من الكسندر يولي بالراس. محمد الباقر، حارث حاتم، مؤمل جميل. كرات الآن كرة طائرة، كرات عالية. أخيرا وصلت الكرة للأرض. كرات عالية متبادلة بالرؤوس ما بين لاعبي الفريقين. أخيرا الآن فريق نفط ميسان تهدئة اللعب. سواليو أوتارا، سواليو، ماثيو تلنجي. يحاول فريق نفط ميسان الكرة العالية. سين محسن أقرب لها، لعبها لميسوكي. ميسوكي تمريرات قصيرة مصلحة فريق القاسم من أجل الخروج بالكرة. ضغط على أحمد نور، لكن هنا حسين محسن وابعاد ليس بالصورة المثالية. مقطوعة من قبل لاعبي الفريقين. عثمان سانيه، تخلص عثمان سانيه، يحاول المرور عثمان، مر عثمان، لكن أحمد نور طالت على عثمان، وأحمد نور أقرب وابعاد الكرة إلى الخارج. رمية جانبية. هذا هو عثمان سانيه. محمد سعيد لجعفر ناصر. ماثيو تلنجي يحاول. علي لطيف. محمد سعيد طالت على محمد سعيد. سيد محسن للامام، اقرب لها وتارا. سواليو. هدأت المباراة الان اتخذت طابع الهدوء بعد 10 دقائق سريعة جيدة من الفريقين. شاهدنا سرعة، شاهدنا وصول إلى طبعا منطقة الجزاء بالنسبة لفريقين نفط ميسان والقاسم. الآن الهدوء ولعب الكرات في منتصف الملعب. علي لطيف البديل، دخل بديل إلى علاء سعد نفس المركز تقريبا. هنا محمد سعيد لجعفر ناصر، قريب حسين محسن. جعفر ناصر يحاول، ما زال يحتفظ بالكرة حسين محسن. أكرم ناجي. اسمع هزيج الجماهير في مدرجات ملعب النجف. هزيج جميلة للجماهير الحاضرة، جماهير القاسم القادم من محافظة بابل، محافظة العراقة. رمي جانبي لمصلحة نفط ميسان. هل هناك تبديل؟ نعم، تبديل لمصلحة فريق القاسم. كريم أبو بكر الغاني بديلا لمؤمل جميل، لاعب مهاجم. كريم أبو بكر أو كما يلفظ في الكاميرون أبو بكر. أبو بكر حسب اللهجة المحلية. هنا علي لطيف يحاول التصويب. مهاجم الغاني يدخل بديلا من مؤمل جميل المدافع. الآن سوف يلعب طبعا الطريقة الكلاسيكية أيمن الحكيم 4-4-2 بوجود مهاجمين، كريم أبو بكر وأيضا سيف رشيد. عودة الأربع مدافعين قلبي دفاع، دينيس شمبيز وأحمد نور ومحمد الباقر سوف يعود إلى الخلف كمدافع يسار، وحسين محسن كمدافع يمين. تغيير أثناء سير اللقاء خلال تغيير اللاعبين، تغيير خطة اللعب، تغيير المراكز. الخطأ على أكرم رحيم. مواسم طويلة رفقة نفط ميسان. ميسوكي دخول الكاميران والآن دخول غاني. تبديلين لفريق القاسم. حسين محسن، تمريرة لسيف رشيد. سيف رشيد إلى ميسوكي. يلعب الكرة العرضية، لكن هنا الإبعاد من أكرم. عادت إلى عثمان ساني لاعب يمتاز بالسرعة،
يمتاز بالسرعة. هنا لا وجود للخطأ، والكرة الأمامية من أوتارا باتجاه أوكيكي، طولت على أوكيكي وذهبت لازم الفردية من اللاعب دينيس شميزي لأوكيكي. دافعي فريق القاسم قوة هذا المهاجم علي عبد الجبار، وهذه فاول على العموم. يحاول يؤثر على الحكم، لكن الحكم هو من حذر علي عبد الجبار في الشوط الأول. 60 دقيقة، ساعة من اللعب. أحبة المشاهدين، مشاهدي قنوات شبكة إعلام العراق، والتعادل السلبي ما بين القاسم ونفط ميسان في المباراة الافتتاحية للفريقين. تجيكم في مباراة الأسبوع الأول شاهدنا فيه تعادل سلبي ما بين كربلاء ونوروز، ونريد أن نشاهد تعادل سلبي. تدخل قوي من اوديني جورج، خطأ العقوبة الفنية، موجود العقوبة الإدارية، خطأ لمصلحة علي لطيف. نعمل دخل بديلا علي لطيف، أيضا جدد موسم آخر مع نفط ميسان، لديه هدفين في الموسم الماضي. هذا الحارس حاتم، اوديني جورج، حسن حظك يا اوديني جورج، لم تشر البطاقة الصفراء بوجه. مصطفى محمد يلعب الكرة العالية، خروج لمصطفى جاسم والابعاد، وهنا التشتيت. حارث حاتم مع مصطفى محمد، واحمد جمعة يوقف اللعب بسبب سقوط حارس المرمى مصطفى جاسم بعد الكرة المشتركة، بعد ما ابعد الكرة. اكيد هناك احتجاج، بالتالي تعرض للإصابة. بالسلامة للحارس مصطفى جاسم. شاهد اللقطة المشتركة ما بين الحارس حاتم ومصطفى محمد. مشتركة بين اللاعبين. بالسلامة لمصطفى جاسم، أول مع فريق القاسم، هذا من مصاف الجنوب. الكرة المشتركة بالنسبة لفريق القاسم في مباريات الدور الأول، مباريات الأسبوع الأول التي خاضها أي مباراة لم تنتهي بالتعادل السلبي. نعم، وتعادل في مباراة واحدة كانت مع نفط ميسان، لكن كان التعادل إيجابي 3-3، بينما فريق نفط ميسان سبق وأن تعادل سلبيا في مباريات الأسبوع الأول في المواسم الماضية، في موسم 23-24 الموسم الماضي تعادل سلبيا مع النجف هنا في هذا الملعب، وايضا تعادل سلبيا في موسم 21-22 مع النفط ايضا خارج ملعبه. لديه تعادلين سلبيين في مباريات الاسبوع الاول في موسم 21-22 موسم 23-24. هل تتكرر للمره الثالثه بالنسبه لنفط ميسان، وتكون المره الاولى لفريق القاسم التعادل السلبي بدون اهداف. ما زالت المباراة فيها 28 دقيقة. أحبة المشاهدين، هنا التمريرة الطويلة قطعت من الكسندر يولي، يحاول بالراس من اوديني جورج، وايضا الابعاد من اوتارا ابعاد للكرة، تخوف واضح جدا من قبل لاعبي الفريقين خلال تشتيت الكرات، خلال ابعاد الكرات اولا باول. ايضا سقوط لاعب سيف رشيد على أرضية الملعب. بالسلامة لسيف رشيد. الكرة المشتركة الأخيرة مع المدافع الكسندر يولي، علي عبد الجبار ومحمد الباقر. أكيد هذه الروح الرياضية المطلوبة. هنا الجماهير الحاضرة التي تصفق وتغازر وتشجع فريق القاسم. خلف أسود صورة جماهير القاسم، يعني وقفت مع فريقها بأحلك الظروف، وقفت مع فريقها. يعني أتذكر في موسم من المواسم عندما عانى فريق القاسم ماليا، قامت جماهير القاسم بحملة لجمع التبرعات من أجل فريق القاسم، من أجل استكمال الدوري وابقاء فريق القاسم في دوري الدرجة الممتازة. شيء جميل لهذه الجماهير التي عملت على طبعا دعم الفريق. هذه الجماهير الحقيقية
دائما ما نشاهد جماهير القاسم حاضرة في جميع ملاعب العراق، أينما يذهب يسوق صورة تذهب خلفهم، بالرغم من أن فريق القاسم لم يلعب في ملعبه في محافظة بابل عدا في موسمه الأول عندما لعب في ملعب الكفل الأولمبي، لكن نزلت التراخيص طبعا شطبت هذا الملعب، اضطر فريق القاسم أن يلعب في ملعب كربلاء، ملعب النجف، وأيضا بعض المباريات في ملعب الكوت، وفي هذا الموسم اختار ملعب النجف. لكن هذه الجماهير دائما ما تحفر، دائما ما تكون خلف هذا الفريق. الان مصعد فريق نفط ميسان، مصطفى محمد وراء غائبة تماما من الناحية الهجومية. لم نشاهد الهجمات الخطيرة على سواء مرمى فريق نفط ميسان أو مرمى فريق القاسم، عدا تصويبة أوديني جورج الذي تصدى لها الحارس حسن نجم. والآن أوديني جورج للحارث حاتم، حارث حاتم يحاول المرور، يلعب لأوديني جورج، أوديني جورج إلى محمد كوفي، يريد أن يركن الكرة في الزاوية الصعبة على الحارس حسن نجم، لكن الكرة لم تأتي كما يشتهي محمد خالد الذي أراد أن يلعب الكرة في الزاوية الصعبة، لكن الكرة ذهبت إلى الخارج. تبديلين دفعة واحدة طبعا فريق القاسم، مجتبى محسن وحسين عبد الواحد، مجتبى محسن لاعب خط وسط مجتبى، ايضا تجديد لموسم اخر الى اليمن. حارث حاتم يخرج ويدخل اللاعب حسين عبد الواحد، حسين عبد الواحد القادم من نادي نفط الوسط، شاهدناه في بداية الموسم الماضي مع نوروز، ومن ثم العودة طبعا الذهاب الى نفط الوسط، والان مع فريق القاسم. مجتبى محسن بديل محمد خالد، 4 تبديلات لفريق القاسم لغاية الآن. الآن حاول ماثيو هاتولانجي، أكرم رحيل ومصطفى محمد، تمريرات قصيرة لكن طويلة على مصطفى محمد وذهبت إلى الخارج. يعتذر اللاعب النيجيري ماثيو هاتولانجي قادم من نادي الميناء. الفريقان لم يغيرا كثيرا على مستوى التشكيل، نعم هناك تغييرات لكن ليس بتلك التغييرات الكبيرة، والأهم هو استقرار الكادر الفني سواء لنفط ميسان أو للقاسم. أيمن الحكيم مثل الموسم الماضي، وكذلك نفس الحال على عبد الجبار مثل الموسم الماضي، لكن الأداء ليس بذلك الأداء الكبير للفريقين. هنا تمريرة صعبة جدا على سيف رشيد من اللاعب الغاني كريم أبو بكار. رمية جانبية مصلحة فريق نفط ميسان. محمد سعيد لعب رمية جانبية بالراس من أوكيكي. أحمد نور وصلت لمجتبى حسين عبد الواحد إلى كريم أبو بكار من جديد. محمد الباقر، حسين عبد الواحد، محمد الباقر، شاهد تمريرات طالت، قطعت الكرة عثمان صاني لاعب سريع، عثمان صاني لاعب سريع، أوديني جورج يحاول اللحاق وأيضا شمبيزي، لكن أوديني جورج يحافظ على كرته وإلى الخارج. أوديني جورج عصبي على شمبيزي، يقول له لا داعي لهذا التدخل، أيضا تبديلين دفعة واحدة، تبديلين محمد سلام القادم من نادي الكهرباء، وايضا مصطفى هادي، خروج اكرم رحيم، علي كوتي بديل لجعفر ناصر.
وهاشم علي كوتي، محمد سلام بديل لأكرم رحيم. بدأت التبديلات، أكيد يحاول المدربان أن يجدا الحلول الهجومية من أجل تسجيل هدف. هكذا مباريات، هي مباريات الهدف الواحد. إن كتب لنا مشاهدة هذا الهدف في هكذا لقاء عقيم هجوميا، لا وجود الهجمات، يعني تكسر هجمات من الكرة الخطيرة. جول علي لطيف. أتكلم عن صعوبة تسجيل أهداف في هكذا مباريات. علي لطيف يخطف الكرة من المدافع ويسجل أول أهداف اللقاء وسط فرحة جماهير رفض ميسان، جماهير فرسان المملكة. نعم قليلة العدد، لكن الآن هي صاحبة الفرحة الكبرى بعد هدف علي لطيف. علي لطيف يسجل أول أهداف هذا اللقاء، هدف أول لمصلحة نفط ميسان عن طريق اللاعب البديل علي لطيف. شاهد عن طريق الرمية الجانبية، شمبيزي أخطأ في مرة أولى وانتظار من حسين محسن. لا يمكن انتظار هذه الكرة حسين محسن، عليك أن تهاجم الكرة ووقعت بالفخ يا حسين محسن. علي لطيف خطف الكرة من أمام حسين محسن وصوب الكرة بزاوية صعبة على الحارس مصطفى جاسم. وأول أهداف اللقاء لمصلحة فريق نفط ميسان. وعلي عبد الجبار يشكر الإله، يشكر الرب على هذا الهدف، هدف لنفط ميسان لا شيء لفريق القاسم. دقيقة 71 تعلن عن أول أهداف اللقاء لمصلحة فريق نفط ميسان الذي نجح بتسجيل هدف بعد خطأ دفاعي أولا من شمبيزي والثاني من حسين محسن الذي انتظر الكرة. حسين محسن أنت مدافع، عليك أن تهاجم الكرة، لكن نعم هي تحدث هكذا أخطاء وبالتالي هدف لمصلحة فريق نفط ميسان. الكرة المشتركة ما بين حسين عبد الواحد وحسن نجم، السلام إلى حسن نجم، استدام سيف رشيد، نعم سيف رشيد وليس حسين عبد الواحد. السلامة للحارس حسن نجم. شاهد جماهير نفط ميسان القليلة جدا، لكن أكيد الآن هي صاحبة الصوت الأعلى في ملعب النجف بالرغم من قلتها. أكيد الصمت الآن يخيم على جماهير القاسم التي تنتظر أن تكون النتيجة مختلفة تماما. هذه هي كرة القدم. فريق نفط ميسان استطاع أن يسجل هدف. خطأ دفاعي كلف الفريق. السلام على حسن نجم، تعرض إلى إصابة. شاهد الصمت كيف يخيم على جماهير القاسم. سيف رشيد هل ينجح هو ورفاقه بالعودة بالنتيجة؟ تكلم عن هكذا مباريات، هي مباريات الهدف الواحد. هل ينجح فريق القاسم أن يسجل هدف التعادل أم تبقى النتيجة؟ أكيد يعني مجرد توقعات لا أكثر. نعرف كرة القدم كل شيء ممكن أن يحدث فيها. يحاول ميسوكي تمريرة قطعت من سواليو، هنا خطأ لمصلحة ميسوكي، خطأ لمصلحة فريق القاسم. هل يعود فريق القاسم عن طريق الكرات الثابتة؟ خطأ الآن مجتبى محسن على لعب الخطأ. قدم لاعبي فريق القاسم للأمام، تلعب الكرة العالية داخل منطقة الجزاء، خروج لحسن نجم وينجح حسن نجم. تعرض إلى إصابة أخرى
مصطفى محمد يلعب الكرة العالية، اوكيكي بالراس، اقرب لاحمد نور، هذه الكرة من احمد نور. هنا الغاني كريم ابو بكر يحاول، ابو بكر خطأ على الغاني القادم من نادي اجيلاس الاسباني. اجيلاس الاسباني احد الانديه الاسبانيه التي تنشط في الدرجات الدنيا من طبعا الدوري الاسباني. خطأ، تلعب الكرة العالية جاء علي كوتي لكن ذهبت الى الخارج. رمي جانبي حسين محسن يتحمل الجزء الاكبر من هدف فريق نفط ميسان. انتظر الكرة والمدافع لا ينتظر الكرة يا حسين محسن. علي كوتي الى اوكيكي، شمبيسي واوكيكي، شمبيسي اقرب وابعاد الى رمي جانبي، لا 8 ثانية يلحق بالكرة العالية ويحاول كوتي لكن ابعاد من احمد نور. عادت الى شمبيسي، يلعب الكرة الامامية والكرة خرجت الى رمي جانبية. محمد الباقر لعب الرمي الجانبي خطأ لمصلحة فريق القاسم. أقل من ربع ساعة على نهاية الوقت الأصلي، كم سوف يضيف فوق الوقت الأصلي حسين عبد الواحد؟ هل ينجح فريق القاسم بالعودة أم فريق نفط ميسان يحافظ على تقدمه؟ شمبيسي إلى أحمد نور. فريق القاسم غائب تماما هجوميا في الشوط الثاني. الشوط الأول كان أفضل نوعا ما، في الشوط الثاني غائب تماما هجوميا. حتى فريق نفط ميسان لم تلوح له الكثير من الهجمات، لكن استغل الخطأ الدفاعي ونجح بالتقدم. 8 ثانية يحاول المرور من أمام محمد الباقر، حسين عبد الواحد موجود بالتغطية، خطأ لمصلحة حسين عبد الواحد. هنا الإعادة، خطأ لمصلحة حسين عبد الواحد. مصطفى محمد، هل المشاكل الإدارية أثرت على فريق القاسم؟ نعرف تماما قبل أيام تم حل الهيئة الإدارية لنادي القاسم قبل انطلاق الدوري، صراحة توقيت حرج، لكن نحن مع القانون والقانون هو الفيصل في هذه النزاعات الرياضية. كثير من الأندية تم حل هيئاتها الإدارية. كرة الآن وتشكيل هيئات مؤقتة. كريم أبو بكر يحاول تمرير إلى ميسوكي إلى مجتبى تصويب من مسافة بعيدة لكن اصطدت. عادت من جديد لمصلحة فريق القاسم. مجتبى إلى حسين عبد الواحد، كرة العرضية باتجاه سيف رشيد لكن قطعت من محمد سعيد بالتوقيت المناسب. ميسوكي يلحق بالكرة قبل الخروج، يلعبها لحسين محسن يحاول المرور، تمرير لحسين عبد الواحد، يحاول أن يضغط فريق القاسم ويتحصل على خطأ. فريق القاسم يريد العودة عن طريق الكرات الثابتة. ودي جورج حسين عبد الواحد، من سوف يلعب هذه الكرة الثابتة؟ خطأ على ماثيو أتولانجي. أكيد الآن سوف يتقدم شمبيسي وأيضا أحمد نور من أجل كرة رأسية، من أجل هدف التعادل. ميسوكي يصوب من هذه المسافة، لاعبان في جدار الصد. علي لطيف وكيكي، من سوف يصوب هذه الكرة؟ ميسوكي يلعب الكرة بعيدة ميسوكي. هل تريد أن تلعبها على طريقة روبرتو كارلوس؟ وهدفه الشهير في مرمى فرنسا، تحديدا الحارس بارتيز الفرنسي. تدخل علماء الفيزياء لمعرفة كيف استطاع روبرتو كارلوس أن يصوب هذه الكرة. أتمنى من هذا الجيل الجديد أن يشاهدها في اليوتيوب. ركلة ثابتة تدرس. خطأ الآن لمصلحة فريق القاسم، لكن هنا أحمد جمعة يقول الذهاب إلى طبعا الكولينج بريك، راحة لشرب المياه. أكيد درجات الحرارة عالية.
أكثر من 40 درجة مئوية. تنتهي الدقيقة لأجل شرب المياه ونعود نستلم اللقاء من جديد. أحبة المشاهدين، تقدم الفريق الضيف على الفريق المستضيف نفط ميسان بهدف علي لطيف. هدف أتى في الدقيقة طبعا 71، أقل من 10 دقائق أو 9 دقائق متبقية على الوقت الأصلي. هل ينجح نفط ميسان بالمحافظة على تقدمه أم فريق القاسم لديه عودة؟ لكن لم نشاهد ردة الفعل الكبيرة من فريق القاسم من أجل هدف التعادل. يعتمد على الكرات الثابتة، والكرات الثابتة لا تشكل خطورة. هنا محمد الباقر تمريرة والكرة الخطورة المشتركة، وهناك ركلة جزاء، ركلة جزاء بعد الكرة المشتركة ما بين حسن نجم وسيف رشيد. جماهير القاسم تتنفس الصعداء. أحمد جمعة يحتسب ركلة جزاء. هل يعود إلى الفار من أجل التأكد من قراره صحيح؟ كرة المشتركة ما بين سواليو وحسن نجم وسيف رشيد. هو مهاجم مشاكس، هو مهاجم مشاكس. خروج الحارس حسن نجم خارج الست ياردات، خارج الست ياردات. سيف رشيد والكادر الطبي يتأكد من سلامة سيف رشيد. هو مهاجم مشاكس وجماهير القاسم تنتظر هدف التعادل، وهناك تشيكينج بنالتي من أجل التأكيد أو النفي كما فعل الحكم في ركلة الجزاء الأولى التي احتسبها، ومن ثم عاد للفار وألغى ركلة الجزاء. جمعة يقول أنت ذهبت باتجاه المهاجم، هل لمس الكرة حسن نجم؟ هل لمس الكرة قبل أن يلمس سيف رشيد؟ إذا لمس الكرة قبل أن يلمس سيف رشيد لا، طبعا الخطأ يكون على سيف رشيد وليس على حسن نجم أن لم يلمس الكرة، وإنما لمس المهاجم لا، ركلة جزاء تكون. ميسوكي الكاميروني على تنفيذ ركلة الجزاء. هل يسجل أول أهداف القاسم لهذا الموسم؟ 23 24 25 لا، وين رجعتنا. وهنا علي عبد الجبار ينظر حول ركلة الجزاء. هل هناك ركلة جزاء؟ لا. سيف رشيد، السلام لسيف رشيد. يستطيع إكمال هذا اللقاء؟ هل يستطيع إكمال هذا اللقاء؟ إخراجه من الملعب. أن السلامة هي اللاعب سيف رشيد. هنا الإعادة لا وجود التسلل. وهنا الكرة المشتركة ما بين أوتارا والحارس حسن نجم. أحمد جمعة يكون ركلة جزاء. حسن نجم لا داعي لنقاش الكلام، يعني أحمد جمعة على طريقة الدوري الإنجليزي. دائما نشاهد حكام الدوري الإنجليزي يتناقشون مع اللاعبين، المفروض خلاص أعطى قرار، الفار أكد، انتهى كل شيء.
جماهير القاسم الكل واقف، الكل واقف بانتظار هدف التعادل، بانتظار التعديل. السلام لسيف رشيد، ايضا بالسلام للسوالي اوتارا اللاعب الايفواري الذي يجدد لموسم اخر. سوالي اوتارا، سيف رشيد مهاجم مشاكس، الجانب البدني عالي جدا، دائما ما يحتاج تبديل كرار علي او مهند حبيب. المدافع القادم من النادي البحري يستعد للدخول بديل لاوتارا. على غايه الان نتكلم مع حسن نجم في هذه الامور، طبعا تاتي من ضمن اداره المباراه من قبل الحكم. الحكم من المفترض ان لا يناقش اللاعبين، خلاص تعطي القرار وينتهي كل شيء. اللاعب استمر بالنقاش، هناك تنبيه ومن ثم تعذير ومن ثم البطاقه الصفراء، واذا تمادى في نقاشه اكيد هناك ورقه حمراء. نتكلم عن البروتوكول الخاص بالفيفا بالنسبه للحكام. وهنا مصطفى جاسم ينتظر هدف التعديل. ميسوكي امام حسن نجم، ميسوكي كم سوف يبتعد كم خطوه؟ لا يبتعد كثيرا ميسوكي امام حسن نجم. التعادل للقاسم، وصلت صورة تعود وتسجل التعادل عن طريق الكاميروني ميسوكي يسجل الهدف في الدقيقة 86 لمصلحة نادي القاسم. هدف مقابل هدف، شوط ثاني، شكل ثاني لهذا اللقاء. شاهدنا الأداء أفضل، شاهدنا هدف من الميزان، والآن هدف للقاسم. وجماهير القاسم تفرح، وأيضا لاعب كانت الفريق، وبالتالي هدف التعادل كاد حسن نجم أن يبعد هذه الركلة، لكن لمس الكرة ولمسته لم تكن كافية. وهدف لمصلحة فريق القاسم عن طريق اللاعب ميسوكي في الدقيقة 86. هدف مقابل هدف. اللاعبين البدلاء هم من سجل الاهداف. عادل لطيف بدا لنفذ ميسان، يكون اللاعب مهند حبيب بديلا لسواليو. مهند حبيب القادم من نادي البحري، سيف رشيد الذي تسبب بركلة الجزاء. مهاجم شرس، مهاجم مشاكس، دائما ما يزعج دفاعات المنافسين. سيف رشيد هل يستطيع إكمال اللقاء؟ واضح جدا تأثره بالإصابة. الآن يخرج سيف رشيد ويدخل اللاعب عمار داخل، قادم من نادي النفط، لاعب خط وسط. عمار داخل، آخر دقيقتين. محبة المشاهدين، مشاهدين قنوات شبكة الإعلام العراقي، مستمرين معكم ونقل جميع مباريات الأسبوع الأول من دوري نجوم العراق. الآن وصلت حسين عبد الواحد، قطعت من اوتالانج. حسين محسن، ماذا تفعل حسين محسن؟ علي لطيف يلحق بالكرة، هناك خطأ واضح جدا. حسين محسن ايضا يخطئ المرة الثانية، وهناك بطاقة صفراء على احمد نور. شاهد خطأ من حسين محسن، بماذا تسبب خطأ قريب على منطقة الجزاء، وايضا بطاقة صفراء على احمد نور الكابتن الذي تسلم اشارة القيادة بعد خروج الحارث حاتم. نعم، الخطأ موجود والبطاقة مستحقة على احمد نور في هذه اللقطة. علي لطيف الذي سجل الهدف الاول. خلنا الدقيقة الأخيرة أحبة المشاهدين، هدف للقاسم، هدف نفط ميسان. شاهد 24 خطأ على الفريقين، 13 نفط ميسان و11 على القاسم. ومصطفى جاسم
يوجه المدافعين، يوجه جدار الصد. من على التنفيذ؟ على التنفيذ مصطفى محمد. مصطفى محمد على التنفيذ. شاهد 6 لاعبين من نفط ميسان داخل منطقة الجزاء يبحثون عن هدف قاتل في وقت قاتل، واحمد جمعة ينبه اللاعبين يحذرهم. اكيد يقول لا داعي لحركات خارج الروح الرياضية. هنا مصطفى محمد على تنفيذ الخطأ. مصطفى يلعب الكرة العالية على القائم الثاني، وهنا الابعاد من محمد الباقر، والابعاد اخر من مجتبى. عادت من جديد لمصلحة عمار ده او مهند حبيب. الكرة العالية، الكرة العالية، الكرة العالية، الله! جول 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 جول! هدف 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 لنفط ميسان. اي دقائق جميلة، اي دقائق مثيرة، تمريرة طويلة ضربت الخط الخلفي لفريق القاسم، ونجح نجح نجح بتسجيل الهدف الثاني فريق القاسم. اي كرة اي كرة اي كرة! شاهد علي كوتي البديل الاخر. مباراة البدلاء، مباراة البدلاء، هذه المباراة هدف في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدأ عن الضائع. علي كوتي ينزع القميص، ينزع الدرس، وبالتالي تحصل البطاقة الصفراء. شاهد مهند حبيب أيضا لاعب بديل، أيضا لاعب بديل. شاهد أحمد نور. ماذا تفعل يا أحمد نور؟ ماذا تفعل يا أحمد نور؟ أخطاء دفاعية قاتلة لدى الخط الدفاعي لفريق القاسم، وخروج غير موفق للحارس مصطفى جاسم. وكوتي يعني بالوجه الأمامي للحذاء جلكم الله، وصل للكرة وسجل الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدأ عن الضائع. هل نشاهد هدف التعادل؟ لكن هناك خطأ على اللاعب كريم أبو بكر اللاعب الغاني. أي دقائق مثيرة بعد هدف التعادل لميسوكي في الدقيقة 86. لم يهنأ كثيرا بهذا الهدف فريق القاسم، وعاد وتقدم فريق نفط ميسان من جديد، وأيضا من لاعب بديل. اليوم البدلاء هم من سجل الأهداف. بالنسبة لنفط ميسان علي لطيف وعلي كوتي، وبالنسبة للقاسم اللاعب ميسوكي. هنا الرأسية والعودة من أحمد نور إلى مصطفى جاسم. 8 دقائق كوقت محتسب بدلا عن الضائع. يطلب من اللاعبين التقدم للأمام. عمار داخل يحاول خطف الكرة، لكن ابعاد من محمد سعيد. قتال من أجل الحفاظ على التقدم بالنتيجة. هل هناك هدف تعادل؟ إذا كان هناك هدف تعادل لا. هذه المباراة هاربة من أوروبا، من الدوري الإنجليزي، من الدوريات. دوري نجوم العراق يبدأ بإثارة كبيرة. الإثارة الكبيرة شهدتها مباراة الشرطة والقرمة بتعادل إيجابي 2-2، وأيضا مباراة ديالي أوربي كانت قوية. هنا تحضير الكرة، البحث الآن عن التصويب من مجتبى، لكن سهلة، والابعاد الإكسندريولي بالرأس من أوكيكي. محاولة الآن الهجوم من علي لطيف، هناك من جهة اليسار يحاول المرور من أمام أوديني جورج، لكن هناك خطأ لمصلحة علي لطيف الذي قدم الإضافة. تبديلات علي عبد الجبار قدمت الإضافة لفريق نفط ميسان في الشوط الثاني. نعم، نفط ميسان في الشوط الثاني مستوى أفضل، وصول إلى المرمى وسجل هدفين، والآن هو متقدم. الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدأ عن الضائع، وتقدم لفريق نفط ميسان على فريق القاسم. خطأ الآن محمد سعيد يلعب الكرة العالية. علي كوتي يحاول بالراس، خروج مصطفى جاسم. حذر من الأخطاء. جماهير القاسم لسان حالها متى نتخلص من هذه الأخطاء السهلة والبسيطة والبدائية، سواء لحارس المرمى والخط الخلفي. صراحة خطأين من دفاع فريق القاسم كلف نقاط المباراة لغاية الآن.
فريق القاسم. محمد الباقر يلعبها قصيره لاوديني جورج، اوديني جورج الى حسين محسن، حسين محسن تمريره الى ميسوكي، ميسوكي يبحث عن تصويب، صوب لكن اصطدت. شمبيزي المتقدم للامام، دينيس شمبيزي لاعب منتخب ملاوي يلعب الكره العرضيه قصيره، قطعت من جديد. شاهد دفاعات نفط بيسان، لاعبين نفط بيسان متراجعين باكبلهم الى الخلف من اجل الدفاع عن هذه النتيجه. 3 نقاط مهمه جدا، 3 نقاط مهمه جدا في بدايه الموسم، لكن ما زال فريق القاسم يحاول، لا يريد ان يرمي المنديل، يريد ان يقاتل لاخر ثانيه من هذا اللقاء من اجل التعديل. يحاول الان محمد كوفي يلعب الكره حسين عبد الواحد، صعب على حسين عبد الواحد، لا نجح، لا الكره خرجت، لكن قتاليه تحسب لحسين عبد الواحد بهذه اللقطه. رميه جانبيه، مصطفى محمد على تنفيذ الرميه الجانبيه. الكره الان نفط ميسان يحاول، اكيد يحاول الحفاظ على تقدمه. قطع على اللاعب اسماعيل ابو بكار. الكره العاليه الطويله وصلت الى شمبيزي، وتبقي اقل من دقيقتين على نهايه الوقت المحتسب بدلا عن الضائع. مصطفى محمد بالراس والابعاد الى رميه جانبيه، حسين عبد الواحد ينفذ الرميه الجانبيه سريعا الى محمد الباقر الى حسين عبد الواحد، من جديد لمحمد الباقر يلعب الكره العاليه، لا وجود لسيف رشيد، وبالتالي هذه الكرات تكون سهله للمدافعين. نعم نعرف تماما سيف رشيد دائما كره خرجت واضحه جدا، خرجت. كوتي صاحب الهدف الثاني اللي سجله في الوقت المحتسب بدأ عن الضائع. جماهير نفط ميسان والشماريخ بدأت تحتفل. جماهير نفط ميسان، هل هناك هدف ثالث؟ اوكيكي وخطأ على شمبيزي، وهناك بطاقة صفراء على شمبيزي. أخطاء كثيرة على مدافعي فريق القاسم. يعني أيمن الحكيم يحتاج إلى عمل كبير للخط الخلفي، يحتاج إلى ترميم هذا الخط. شاهدنا أخطاء عندما تقدم فريق نفط ميسان للأمام، شاهدنا مدافعي فريق القاسم ارتكبوا العديد من الأخطاء كلفت الفريق هدفين. مصطفى جاسم نبه طبعا المدافعين، وايضا يوجه جدار الصد. خلاص الثواني الاخيره على نهايه الوقت المحتسب بدأ عن الضائع. كره على مشارف منطقه الجزاء، تقريبا قريبه على الخط باقل من ياردة. تأكد بدلاء فريق القاسم اكيد غير سعيدين بالمره. تبدأ الموسم في ملعبك امام جماهيرك وانت متاخر لغايه الان. الوقت المحتسب بدأ عن الضائع. احمد جمعه يطلب من الجدار البشري فريق القاسم ان يعود المسافه القانونيه ب10 ياردات. من سوف يصوب؟ مصطفى محمد ام اوكيكي؟ من على التصويب؟ خلاص دخلنا الدقيقه التاسعه من الوقت المحتسب بدأ عن الضائع. من سوف يصوب؟ الكرة الثابتة أخذت وقتا طويلا، تقريبا ما يقارب دقيقة والنصف الدقيقة. هذه الكرة الثابتة، مصطفى موكيكي بالعارضة من هذا اللاعب النيجيري، كاد أن يسجل الهدف الثالث ويضمن ال3 نقاط، لكن العارضة وقفت مع مصطفى جاسم. وإلى الخارج شاهد تصويبات اوكيكي وإلى الخارج وركلة مرمى، لكن أعتقد أحمد جمعة أطلق صافرة
النهاية أحبتي المشاهدين. نعم، انتهى هذا اللقاء بفوز فريق نفط ميسان على فريق القاسم بهدفين مقابل هدف واحد. سجل أهداف نفط ميسان اللاعب علي لطيف في دقيقة 71 وعلي كوتي في الدقيقة الأولى بوقت المحتسب بدل الرضاع. وهدف القاسم سجل بيسوكا عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 86. مبارك نادي نفط ميسان وجماهير نفط ميسان، هارد لك لفريق القاسم وجماهير القاسم. وفي الختام تقبلوا تحياتي معلق اللقاء علي عنب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.